هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهارده زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، وهو عباره عن المشتريات اللي انا اشتريتها من المكتبه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك والسبسكرايب والكومنتات بتاعتكم الجميله، ويلا نشوف. اول حاجه اشتريت المقلمه دي، شايفين شكلها بجد مختلف جدا واول مره اشوفها يعني، فحسيت ان هي جديده كده وكبيره جدا، يعني ممكن كمان تحطي فيها الميك اب يعني لو مش هتستخدميها كمقلمه، وكمان لو هتاخديها معاكي المدرسه تقدري تحطي فيها الفلوس بتاعتك، وكبيره جدا. شايفين شكلها كمان سهله جدا اهي. و كمان واحده جبتها لاخويا عليها عربيات، شايفين شكلها بجد جميله جدا، وهي بلاستيك كمان. واي حد طبعا عاوز يسال عن اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتس وانا ان شاء الله هرد عليكم كله. وجبت كمان علبه الاقلام دي، شايفين الوانها خطيره جدا، الاخضر والبيربل وكمان الاورنج والبينك والازرق والبني، الوانهم كده حلوه. وكمان دي يا جماعه عارفين الاقلام الروتو بتبقى خطها زيها كده بالظبط من غير لمعه، وبتبقى هاديه وجميله، وكمان الوانها تكون واضحه وظاهره، وبيعجبني جدا احطها في لما اجي الخصه كده. وكمان معايا الاقلام التحديد دي، الاقلام الهايلايتر طبعا كلكم عارفينها، شايفين الوانها بجد الوانها كده جميله جدا وهاديه، وتحسوا ان هي رغم انها هاديه كده في الكتاب بتبقى لونها فاقعه، وبتبقى لونها بجد جميله جدا. انا عندي الاقلام الفاقعه بقى، فحبيت ان انا اجيب الاقلام دي. شايفين اللون اللي هو التوبي شويه والبينك الهادي، وكمان اللي هو اللون الموف والاخضر اللي هو الرايق ده. شايفين جبت منها 2 علشان اختي طبعا مستخدمها معايا وكده، واحنا اصلا بنحتاجها بكميه كبيره جدا. وكمان بصراحه اول ما شفت الالوان دي ما بلاقيهاش كتير فجبتها على طول، وزي ما انتم شايفين بالشكل ده. وكمان جبت المنظم ده، شايفين شكله. هو يعني للامانه هو مش ليا، هو لاختي، عشان هي طبعا بتروح في الجامعه وكده، وجامعتها مش عندنا في المحافظه، في محافظه تانية، فهي بقى ما بتيجي تسافر وكده فبتاخد معاها المنظمات زي دي. فهي لقيته امبارح في المكتبه فاشتريته. شايفين هو 3 ادوار، عشان بقى لما هي تبقى اليوم اللي هي مسافره فيه تحطي فيه الاكل وتروح تاكله على طول، اكيد مش هتروح بقى تطبخ، هي مش بتبقى قادره. و3 ادوار زي ما انتم شايفين، وبيتفتح كده. واول حاجه مثلا لو في صوصات او حاجه بنحطها هنا، وكمان اول طبق وتاني طبق زيه بالظبط، والتالت بقى ايه مسطح لو ممكن تحطوا غويط بقى كده. تمام، ده شكله بجد شكله لطيف جدا. كانت عايزه اجيبه من السنه اللي فاتت، وكانت جايبه واحد شبهه بس مش شبهه قوي يعني، كان اللي هو الحراري بقى، فجابت بقى اللي هو ده بلاستيك. بس يا جماعه بجد شكله جميل جدا. فهي بصراحه ما قدرتش تقاوم وجابت، بس لونه زي ما انتوا شايفين كده لونه بينك اهو، نفس برضو الشكل لو تاخدوا بالكم هو توم وجيري، بس مش نفس الصورة يعني، بس هي برضو توم وجيري. وبرضو 3 ادوار وبايد من هنا كده، بجد سهل في الاستخدام وخفيف كده وشكله كيوت. والمنظمات دي بتوع الجامعة اكتر هيكونوا فاهمين قصدي. وهنا الشوكة والسكينة، بس هي بتاعت الاصفر دي على فكرة عشان لونها اصفر، ودي بتاعتها بينك اهي. طبعا هي اكيد مش هتستخدمهم، بس هنحطهم لها بقى ممكن تحتاجهم يعني. وبرده هو 3 ادوار زي ما انتم شايفين، وبجد شكله كيوت جدا وبتحتاجه كتير قوي. واكيد بقى جبت الزمزميه، شايفين شكلها جميل قوي بصراحه، ما قدرتش اقاوم رغم ان انا عندي كميات كبيره جدا، لكن بشكلها ولونها كده تحسوا ان هي لون لما يحطوا فيها الميه بجد هيبقى لونها رائع. شايفين اللون، وبلاستيكها كده نضيف، بجد شكلها يجنن، وهي شفافه يا جماعه مش اللي هو الازاز. جبت كمان المنظم ده من المكتبه، بصراحه حسيت ان هو حلو لو حطيت فيه الاقلام الملونه او الاقلام التلوين يعني، او اقلام الرصاص او كده، وشكلها برضو عجبني جدا. وكمان واخيرا وليس اخرا، شايفين النوت بوك اللي انا جبتها عامله ازاي؟ بجد تحسوها طالعه من العصر الفيكتوري، شكلها يجنن. واول صفحه اللي هي للنوتس،
شكلها. منكتبش فيها بقى، بنسيبها كده للملاحظات، وبعد كده ببدا ان انا اكتب هنا. وطبعا يا جماعه بحب جدا الكراريس دي في الرياضه، انتوا عارفين انا بحب اكتب كتير جدا في الرياضه، فبحب محتاجه الكراريس اللي هي الكبيره دي. جبت منها شكل، وادي التاني برضو جميل جدا، بتحس ان هو مختلف. وادي الشكل الثالث ورد برضو. متنسوش تقولي رايكم في الكومنتات، وقولوا لي انهي واحد عجبكم اكتر. شايفين بجد ورقها ناعم، وهي الورقه بتاعتها من النوع الجامد دي، مش اللي هي اللي بتتقطع زي كانها ورقه كراسه، لا جامده كده. وكمان جبت الأقلام دي. شايفين عندنا قلمين زرق طبعا روتو لا نقاش عليهم، حلوين جدا جدا. كمان قلم احمر منهم، واكيد قلم بتاع ده اسنان 7 عشان علبه الاسنان بتاعتي قربت تخلص. كمان يا جماعه شريط الزيتان ده طبعا كنت موريه لكم وانا في المحل، وكنت عايزه اجيبه جدا، فجبته علشان نعمل بيه الفيونكات اللي هي بتكون موجوده على المكتب وكده. ان شاء الله هبقى اصور وانا بعملها. وشايفين لونها بجد بينك، ولونها تحفه جدا جدا جدا. وبس هو ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم متنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنتات بتاعتكم الجميله، ومتنسوش تشتركوا في القناه علشان نوصل لكم كل جديد واقدمه. باي باي.